عسلامة للناس الكل، شنحويلكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير، وان شاء الله ما نسمع عليكم كاين الاخبار الباهيه. رجعت لكم في فيديو جديد وفي روتين جديد ودباره جديده. ان شاء الله يعجبكم الفيديو تتفرجوا فيه للاخر وتشجعوني. ان شاء الله ربي يبارك لكم الناس الكل ويعيشكم اللي دخلتوا وشجعتوني واللي خذيتوا بخاطر سيرين وجيتوا فرحتوني، فرح قلوبكم الكل، محليكم ومحلى تشجيعكم بالحق. محلاه الناس اللي كيما هكا، الناس اللي تتمنى لك الخير، والناس المتربيه، والناس اللي تقول لك كلمه باهيه. بالحق ربي يبارك لكم، وراكم فرحتوني برشا، وراكم عزيز عليا برشا، ونحاول نحفظكم اسم اسم. وان شاء الله يا ربي يدوم عشرتنا وما تشوفوا مني كان الخير. باهي البنات، كيما تشوفوا الفيديو بديتو 7 متاع الصباح. فقت بكري على خاطر ولدي يقرا اليوم بكري وراجلي مرتاح. هكا علاش حبيت نعمل شويه خبز في الدار، ما حبيتش نحط الخبز الاخر. حطيت شويه ماء دافيه وحطيت فيها شويه خميره، شطر الباكو نتاع الخميره، وشويه سكر مغرفه تقريب، وشويه زيت زيتونه، ومن بعد نزيد السميد الرطب وشويه ملح، بطبيعه الملح حسب الكمية اللي تحبوا عليه حسب الرغبة. فما ناس تاكل بنين شوية، فما ناس تاكل مسوسي. ومن بعد نعجنها ونخليها ترتاح شوية هكا. في ساعة هي خمرت لي على خاطرني الفور شعلتها، سخنت الخبز الولدي يفطر بيه الصباح، قعدت دافية. حطيت فيها الخبز الدار هذاي باش فيسا يخمر لي، ما ياخذش برشا وقت. وبالطبيعه خليتها خمرت. عملت دوره في الكوجينه، خملتها هي بيته نظيفه ماهيش مسخه. غسلت المعوم بحذايا قبل ما يفيقوا الصغار الاخرين وفيق راجلي. ومن بعد كما تشوفوا مديتها لقيتها خمرت سيبون. بديت نقسم فيها 4 خبيزات، خبيزه لحماتي والباقي نخليهم لرواحنا معناه. هاكا البنات خمروا ما شاء الله. حطيت فيهم شويه كمون نكحل، فما ناس تسميه سينوج ولا كمون نكحل كيما تحبوا. وباش نبدا نشكل فيهم خبيزات. عملت 4 خبيزات ونحط الطاجين يسخن على نار هاديه. ديما البنات راني نحب نستعمل زيت زيتونه في العجنين وفي كي نجي نطلع الخبز هكا يفرق ياسر في الطعمه. ونحب طعمه زيت زيتونه هكا. علاش زاد الطاجين راهو لكنك حللكم راكم تستعملوا في زيت زيتونه برشا. ديما كي تدهنوا الخبزه بالزيت زيتونه يكحل الطاجين هذاك. علاش يكحل هو راهو كان ما تستعملش الزيت ما يكحلكش. حسيلو ملاحظه صغيره. تو باش نبدا نكمل لك الخبيزات نشكلهم. مانيش باش نغطيهم على خاطر فيسا باش نطيبهم قريب يفيقوا. لازم كي يفيقوا هكا يقعوا فطور حاضر وكل شيء مريقل. كوجينتي سيبون نظيفه نظفتها. دار نشاركهم شنو عملت في الدار، ومن بعد باش نمشي لدار بابا. اليوم ديما نهار السبت الاغلبيه نعدي في دارنا. نقضي كل شيء، نركح الدار بالكدا، ما نخلي حتى حاجه. الصغار نهزهم معايا، بقى كان ولدي الكبير في الدار مع ابوه هكا. هو هذا هو البرنامج نتاع اليوم. باهي البنات هكا شفتوا نبداو بالكعبه الاولى اللي شكلناها، وباش نبدا نحلها. بديت شويه هكا زيت قطيرات مش برشا، ونحل الخبزه الاولى والطاجين سخن على نار هاديه. نخليه يسخن ومن بعد نقصوا له الغاز باش يجيك الخبز مش محروق وطايب بالكدا. حسيلوا البنات هذه الخبيزه الاولى هاك تشوفوا سيبون قريب الطيب. ومن بعد نخلي يكمل نطيبهم، ما نكثرش عليكم برشا في الفيديو. خذيت المعجون باش نحط في الصحن، شويه معجون شويه شوكولاته. حطيت كعبه عظم هاني باش نحطهم يطيبوا. باش نعمل القهوه كهو وشويه مر وزيت زيتونه ويا ربي ونعمتك. هاكا كل نهار كيفاش، كل نهار وقسمه. وديما كي يبدا الصغار مرتاحين وراجلي في الدار نحب ندللهم شويه في فطور الصباح. نحب نعمل حاجات في الدار خير تحط الخبز الاخر. حسيل وكل واحد وشنو يحب. توا باش نعمل قهوتي. حطيت شويه ماء وباش نحط فيه يسخن ونحط فيه البن، ومن بعد نزيدو شويه حليب نطيبها من غير سكر وكيبات العظام هاكم يطيبوا. حسيلو هذا هو فطيرنا لليوم. نوريهولكم في الاخر بعد ما حضر كل شيء، ومن بعد نوريكم بالحق بكل نشاط وحيويه الفيديو، ويعيشكم كي تفاعلتوا مع الفيديو متاع البارح. ان شاء الله ديما هكا يا ربي، وان شاء الله فيسا نكمل الشرط الثاني، وبالحق نفرح الفرحه الكبيره نستنى فيها بالدقيقه والدرجه. ان شاء الله ربي يسهل، اللي عند ربي مش بعيد. ديما خليه ثقتنا في ربي كبيره، وربي اكيد ما يخيبناش.
وإن شاء الله ربي ديما يطيح بينا الناس الباهية والناس اللي تعطي طاقة إيجابية، والناس اللي تعمل الخير إن شاء الله ربي يبارك لهم الناس الكل. وبربي البنات فما واحدة من الأخوات تسأل تعرفوش نوعية متاع فور باهية، تحب نوعية متاع فور باهية تنجموش تفيدوها اللي مجربة وعندها فكرة على الفور، تكتب لها الفور شنو النوعية الباهية اللي فيه، ان شاء الله ربي يسهل لك وتاخذ الحاجة اللي تحب عليها. باهي البنات هاكا فطيرنا حذر، ربي ان شاء الله يديمها نعمة. وتوا باش نبدا القضية كما تشوفوا ديما منعرفش علاش نبدا ببيت الصغار، نحسها اسهل بلاصة في ساعة نظاف. كيما تشوفوا هكا نظمت توا الفروشه، وهم ميتغطاوش كبير تبارك، يتغطاو بكوبرتات اخرين هذوك نطلعهم للشمس ونخلي هذيا نحطها على الفرش. وباش نخرج التابيات ديجا شاركتكم امس صيقتها، اليوم باش نمسحها وكها ومانيش باش نصيقها خاطر امس عملت فيها روتين كبير ومانيش باش نمسح اليوم المبل نتاعها على خاطرني زاده امس مسحته. نكمل الفروشه ننظمهم ونحط الكوبرتات في بلاصتهم، ومن بعد نخرج الطابيات للشمس. مادام اني مسحتها وركحتها كان هما تشمسوا شويه من بعد نرجعهم. ومش ننظم الكتب بطبيعه، ديما الكتب ننظمهم منا يرجعوا منا، ولدي يخليهم فوق البيرو قد ما وصيته شيء. ربي يهديهم ان شاء الله وربي يصلح حالهم وربي زادا يعيننا على تربيتهم يا ربي. هاكا البنات او خرجت الطابيات، وراني كل يوم نصلح تحت الخزانة، نصلح تحت الفروشة، وكل يوم نلقى حاجات، كل يوم نطلع حاجات من تحت الفروشة نعمل لها كنسة باهية ومن بعد نمسحها. هاكم معايا اليوم ما سرعتش برشا في الفيديو، خليته كما هو خاطرني ما صورتش برشا. وان شاء الله يا ربي تتفرجوا فيه للاخر وتحطوا الجيم، ما تنسيوش الجيم وما تنسيوش الكومنتير، واللي مش مشتركة تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ان شاء الله تكبر عائلتنا، راهي ما تكبر كاين بكم وبتشجيعكم ليا وتحفيزكم باش نقدم. البنات هاكا توا صلحتها باش نرجع نمسحها. المره الاولى نمسحها طرف يكون مبلول بالكدا، ومن بعد نعصر الطرف مليح باش تشيح. وديجا حليت لها الشباك، خليها تتشمس، يدخل لها الهواء نظيف ويخرج الطاقه السلبيه والهواء نتاع الليل وتتشمس بالكدا. ومن بعد نرجعوا لها الطابيات نتاعها. هذه المسحه الثانيه البنات. راني نمسح تحت الفروشه، اما بالطبيعه ما نجمش نصور، تعرفوا معناها ما تنجمش تطبس، ما تنجمش تتحرك على راحتك، ديما تحركاتك لازم تكون محسوبه في الفيديو. وكان عندك تراكي باش تنظفهم هكا وحدك بعد ما تسكر الكاميرا. بعد ما شاحت تقريبا خليتهم قريب الساعة، راهو البنات مش في ساعة، رجعتهم شاحت رجع لها تو الطابيات نتاعها. وباش نخليه الشباك محلول كان نكمل القضية نجي ماشية لدارنا وقتها نسكره. محلاها بصراحة نظافة ومحلاه ريحة النظافة، وكي تبدا الدار هكا ريحتها جافيل ولا برودويات ولا حسيلو بصراحة. ربي يديم علينا النعمة متاع نظافة بالحق، محلاه راحة نفسية. تكمل الدويرة تنظفها، تحط شوية بخور، يبدا كل شيء منظم، كل شيء في بلاصتو. الصابون غسلته امس العشية مازال ما هبطوش مش شريطة. ومن بعد باش نهبطو كي نجي ماشيه مش باش نطبقو، باش نخليه اليوم ما راح هكا، هو لازمني نستغل الوقت وفي ساعه نمشي لدارنا. توا البنات باش نمشيو للصاله كيما تشوفوا هكا كيفاش صبحت. كان فيها جراري راهم راني خرجتهم للشمس ما صورت لكمش. وتوا باش نطلع المرقوم، مره نحط الزربيه مره نحط المرقوم، كل مره كيفاش. علاش نحب نحط ديما المرقوم؟ الزربيه ما تفرش الصاله الكل، نحب لي زوز زرابي باش نفرشها هكا. علاش نحط المرقوم اكبر وزيدي يغطي لي البلاصه الكل، تعرفوا معناها الصغار ويعفسوا، ماذا بيك ديما الدار معناها تكون مفرشه بكلها.
خرجت البنات الحسيرة اللي حاطتها تحت المرقوم وتو باش نصلحها، ومن بعد كيف باش نمسحها. هاكم تشوفوا كيفاش معناها الغبرة. والله البنات راني تقريبا في الجمعة 3 مرات نخرجها، وكتشوفوا القضية معناها يوميا. اما مع الضوء شوفوا الغبابر ما فهمتش منين تجي، الله اعلم. تعرفوا الصغار ويدخلوا بصبابتهم ساعات وباللي تعسوا باللي ترد بالك ويغلبوك حسيلو. المهم هما لاباس يا وصحتهم لاباس يا ربي ونعمتك. التنظيف هنا ننظفوا بطبيعتنا. باهي البنات كملت مساحتها، خرجتك الغبرة للفيراندا، ومن بعد باش نمسحها زاده هي في الاخر بالكل. كي ندخل نرجع معناها المرقوم والحسيره ونرجع الجراري والمخادد زاده كيف طلعتهم للشمس. من بعد ننظفها هي الاخر الفيراندا. انا سيقتها اليوم باش نمسحها وبره، وجبت طرف كيف مش درت على الصالع الكل، نفضتها من الغبره ما فيها شيء هي. نفضتها من الغبره وتوا باش نمسحها كالعاده. طرف مسحان يكون مبلول شويه، ومن بعد نشفوا على الاخر. وبطبيعته الباب والشباك زوز بيبان هي فيها الباب والشباك محلولين. نخليها حتى تشيح في عقلها وتتشمس بالكدا، ومن بعد نرجعتها المرقوم نتاعها. البنات الكوجينه ما شاركتكمش خاطرني امس عملت روتين في الكوجينه وخملتها وقت حطيت الخبز يخمر، معناها وقت العجنة الخبز الصباح بديت بالكوجينه الاولى. تهنيت عليها وقعدت لي كانت دار. هاو كل شيء معاكم تشوفوني شنو قضيت بالضبط، ومن بعد باش نمشي لدارنا باش نطيب الفطور غادي. سامحوني البنات كان الصوت مش واضح على خاطرني لا نسجل في الكرهبة. حبيت نستغل الفرصة باش يهبط الفيديو بكري شوية. وكما تشوفوا هكا كملت مساحتها. تو باش نوريها لكم بعد ما كملتها نظيفة محليه نظافة بصراحة. نظيفة تعمل كيفاش خاص كان جات الدنيا ديما نظيفة. من بعد ما تشيح نرجع لها مرقوم والجراري متاعها والطاولة والمخادد. وتوا باش نخرج التابية في الكولوار، نخرجها للفيراندا للشمس وباش نعملها كيف صلحة وباش نمسحها. هاكم تشوفوا الغبرة امس ماني سيقتها وشاركتكم اليوم. شوفوا الغبرة كايني عندي جمعة ما خملتهاش، نكملها. وحكيت بيت البانو من بعد بطبيعة لازم هذيك لازم كل يوم عندك اللافابو بيت البانو لازم تحقمهم وتغسلهم كل يوم. وتحط فيهم شوية جافيل ولا برودوي على خاطر اكثر البلايص اللي يتمسخوا. البنات بالرغم حتى محل الباب والتليفون مقابل، اما ما نعرفش علاش التصويره تظهر مش واضحه بالكدا. توا نمسحها ونخليها كيف الباب زوز بيبان 3 بيبان محلولين، باب الصاله البراني وباب الكوجينه وباب الكولوار هذاك الباب الدار الرئيسي خليهم محلولين. ديجا الشبابك الكل محلوله هاكا تشيح بالكدا ويتبادل الهوية في الدار بصفة عامة. البنات هكا تلاحظوا دبشي الكل ما عرفش علاش دبش في الدار وكل اللي تضرب لي بالجافيل. ديما نحب كي نسيق نستعمل الجافيل، الله غالب الدبش الكل تهلك لي بالجافيل. نحاول الماكسيموم ديما نستحفظ، اما الله غالب لازم باش يحصلني. كملت مساحتها كيف خليها تشيح ومش نخمل بيت النوم. وقلت لكم بعدها حكيت بيت البانو. توا نمسحها مسحه الاخرى اللي هي تنشيفه، ما كان نعصر الطرف على الاخر نشفها. وان شاء الله المره الجايه نحاول في الفيديو نحكيو في حاجه معينه هكاك خير، ما بقاش خاطر الروتين الناس الكل نعملوا في الروتين. وديما نحب كي نصور نعطيكم طاقه ايجابيه ونشجعكم على القضيه. ومحلاها كي تفيق بكري ناشطه وفي فورمه تكمل قضيتك على بكري. توا خذيت شويه كل البري لذاك حكيت بها اللافابو وكس سبالة. ومن بعد بيت البانو زاده كيف سيقتها ما صورتش، اكتفيت باللافابو اكهو. نزلت لي توا بيت النوم ومن بعد نرجع كل حاجه اللي خرجتهم من برا وبعد نمشي لدارنا. واليوم الحمد لله كملت قضيتي كل على بكري. هاو كان نهار فيه تسيق وفيه روتين كبير، ونهار مسحان وخفافي معناها تحسها خفافي القضيه. توا البنات باش نخمل بيت نومي وكوجينتي كي قلت لكم نظيفه، مانيش باش نطيب على خاطر مازال عندي
كسكسي متاع البارح مازال شويه، ومازال عندي سلطه مشويه وسلطه الخضراء هاكا باش نطيب في دارنا. لقيت امي مازالت ما طيبتش، معناها تلهيت في القضيه باش نطيب الفطور. توا نحيت اللفافه هذيك المحطوطه على الفرش باش نبدلها، ومن بعد بدلتها. راني ما عرفتش علاش ما تظهرش، ولا نسيت المقطع ما صورتوش حسيت. بدلتها وبعد حطيت الفرش هاكا ظاهرة، حطيتها زرقاء اللفافة ملوطة ظاهرة بدلتها ومن بعد حطيت الفرش هذايا بطبيعة معناه نحيه في الليل هاكا نحطه في النهار وكهو. ومسحتش الماب اليوم، ما حبيتش نكثر برشا من القضيه. وصلت لدارنا لقيت امي قصت البطاطا باش تعمل فريت. خديت نطيف الفطور وهي مشيت عندها شويه صابون تكمل فيها. هكا قليت البطاطا باش نعمل صلصه نتاع بصل. مكوناتها سهله ياسر: طماطم مقصوصه وفلفل اخضر وبرشا بصل، ومن بعد باش نفوحهم بشويه ملح كركم وفلفل اكحل. في الاخر كي يذوب الطماطم ويذوب البصل باش نحطوا شويه طماطم على راس المغرفه ما يقارب مغيرفه متاع قهوه طماطم كونسونطري، وشويه فلفل مرحي وتقريبا شطر كيس ماء هكا هو. نخليها تغلي شويه ومن بعد نطفي عليها وباش نقلي الفلفل وباش نقلي الحوت. وهذه هي دبارة اليوم سهله ماهله. كان دبرت نصف النهار صورت معناها فطور نصف النهار. العشاء ما صورتش، ان شاء الله نصور العشاء ونهبطه لكم في فيديو غدوه باذن الله. اسهل حاجه شكشوكه البصل ولا صلصه بتاع البصل، هذه اسهل حاجه. تنجموا تعملوها زاده من غير بصل، ما يحبش البصل يقص طماطم معها الثوم ومعها لا اله الا الله محمد رسول الله الفلفل والطماطم هكا هو. معناها في عوض البصل تحطوا ثوم، وبنفس الطريقة. اما الطماطم تتقص على 4 تقريبا الكعبة وتخليوهم لين يذوبوا بنفس الطريقة بالنسبة اللي ما يحبش بصل. اما راهي تجي بنينة وسهلة في ساعة تحضر، وكل مرة هاكا مرة نصنفوا بالباهي ومرة خفلف وهي كيكة. وكي تحطوها تيب غطيوها وخليها على نار هادي على الاخر باش ما تتحرقش والطماطم تذوب. تعرفوا تو في الشتاء الطماطم ما تكونش بنينه برشا كيما الصيف. جيت نقص بالسكينه لقيتها مش مطوعتني بكدا، قصيت بالمقص وهاكا زوز قرينات فلفل كيف قصيتهم. حطيت شويه كيما قلت لكم الكركم والملح والفلفل الاكحل وشويه زيت زيتونه ولا زيت نباتي باللي طيبه معناها، وتحطها تيب على روحها. واللي وصلت معاي لهنا ما تنسيش تحط الجيم والكومنتير، واللي مش مشتركه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله تتفاعلوا كيف مع الفيديو. حركتها ومن بعد نحطها تيب البطاطا هاكا تتقلى. ومن بعد نحط الفلفل ومن بعد باش نحط الحوت التريلا. كنتوا تشوفوني كيفاش باش نعمل. خديت كعيبتين عظم هذي الفلفل البنات ملحتهم باش نقليهم، ومن بعد خديت كعيبتين عظم باش نركضهم دوب الله هكا بالفرشيطه نحطهم في الصحن وباش نفوح الحوت وباش نقليهم معاه. كما تعرفوا معناه مش حاجه جديده اليوم جبتها لكم، اما هكا نشارككم يومياتي كما هي. العظم باش نفوحها بشويه فلفل اكحل وشويه ملح، والحوت باش نحط عليه شويه كمون وشويه ملح. هذا هو الفاح اللي استعملته. ومن بعد نحط التريلا في العظم وبعد في الفارينة. بصراحة هي مشوية تجي أبن معها سليطة مشوية على الكانون بالحق أبن نتصور برشا. ديما الحوت نحبه مشوي أكثر من اللي نحبه مقلي، وبالطبيعة ديما مشوي صحي أكثر ما يكون مقلي. هاكا البنات باش نوريكم الكعيبات الاولانيين اللي ما يعرفش، ولا فما هكا بنيات مازالوا يتعلموا ولا زيادة نختلفوا في الطريقة. كل بلاد ورتالها باش نوريكم شوية ومن بعد باش نسرع في الفيديو باش ما تملوش. كما تشوفوا نحطوها في العظم قبل ومن بعد في الفارينة، ونحاولوا ننزلوا عليها في الفارينة باش تتغلف بكلها. خاطر كما تعرفوا التريلا ياسر رهيفة معناها في ساعة تفتفت هكا. علاش نعملوها في العظم والفارينة. فما ناس تعمل بالفارينة برك، كل واحد كيفاش يعمل. هكا بديت نقلي فيهم
هكا هاو البنات وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تتفرجوا فيه كما قلت لكم، ان شاء الله تشجعوني، وان شاء الله تواصل القناة. هكا طلعت شوية الحمد لله يا ربي، ان شاء الله ربي يديمها نعمة وان شاء الله نكملوا الشرط الثاني مع بعضنا، وان شاء الله تكبر القناة مع بعضنا، وما تخسروا حتى شيء كي تشجعوا غيركم، واللي مقدوره باش يشجع ولا باش يعاون ما فيه باس. راهو الدنيا فانية ويبقى كان وجه ربي، وربي ان شاء الله يعطينا الوقت الطيب والصحة وهذيك هي الدنيا. وكهو كنحاولوا ديما باش نقدموا باش نحسنوا، والله المستعان. هاكا البنات باش نكمل الحوت الكل بنفس الطريقة، وكي تقليو حطوا نار متوسطة، لا هي قوية برشا لا هي هادية برشا. وتو باش نوريكم كملت كل شيء، غسلت المعون اللي استعملته، وهذه هي دبرتي لليوم. هكا الحوت ما شاء الله يشهي، وهذيك البنات الصلصة كما تشوف هكا المنظر يحكي وحده. والجرينات الفلفل اللي قليتهم، قصيت الخبز، حطيت كعيبة جازوز، شوية بردقان، شوية زيتون، ويا ربي ديمها نعمة واحفظها من الزوال. وتوا البنات ما بقالي كان نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإن شاء الله نتلقاو في فيديو جديد وفي روتين جديد ودبارة جديدة وبرشا نشاط وحيوية وبرشا طاقة إيجابية. نحبكم برشا وبسلامة.